بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوفوا لي هذا المنظر اللي يبرد على القلب في هذه السخانة، ما يسلكها غير مخيط بارد ومنعش وبنته تنسيك في تعب النهار كامل. اليوم جبت لكم طريقتي الخاصة اللي تخليه يجي كيما تاع الحوانت، بلا هذيك المرورية اللي تخلينا يفسد لنا الذوق. نقولوا بسم الله وندخلوا في الموضوع مباشرة. هنا كنت جبت النعناع ربطة، غسلتها مليح، قطرتها مليح يعني، ومن بعد حطيتها في الطاس هذا تاع الميكسور. ضفت لها عصير ليمون. انا كنت شاركتكم الوصفه، نخليها لكم في صندوق الوصف وتعليق مثبت. هنا ضفت قلت لكم ربطه تاع نعناع، القارص درت هذاك البول اللي كان يوزن 200 مليلتر ولا 200 غرام، وعمرت 9 مغارف سكر، يعني درتها لكم بالقيس، تحبي تزيدي تحبي تنقصي انتي حره، يعني الذوق السكر على حسب الذوق. درت لهم كاس، ديري كاس ونص، 2 كيسان تاع الماء يكون بارد. ميكسي فيه، ميكسيتو مليح بالباتور كيما راكم تشوفوا، يعطيني هذه لاكولار الخضره الشابه يعني اللي نحبوها كامل. هنا كي تكوني تواسي فيه تحسي بهذاك الانتعاش، يعني واحد الريحه تخرج لك ما شاء الله. يعني هذا واش فيه المخيط، تضيفي له الريتل ونصف تاع الماء وتقدميه، هذا ما كان. هنا راني وجدتو درت لكم ليه يعني باش ما نطولش عليكم الفيديو لانه ما فيه حتى حاجه. انا كنت قدمته وشاركته مع الهمبرجر، يعني كنت حطيت لكم الوصفه تاعو، تلقاوها في صندوق الوصف ايضا، روحوا زوروها وتلقاوها الفوق، خذوا الفوق تلقاو وصفه الهمبرجر، يعني تجيب واحد الطعم خيالي. يعني العجينه تاعو تجي شابه ما تفتتش، تقدري تديها معاك للبحر، تقدري تديها معاك بيكنيك، انتي واش حبيتي. وقدمته مع هذا العصير البارد يعني شراب المخيط. أتمنى يعجبكم الفيديو تاع اليوم، وتجربوا وصفة المخيط مع الهمبرجر أيضا، لأنهم يتمشاو بزاف والأطفال على بالنا يحبوهم بزاف. أيضا نذكركم بوصفة تاع الشربات، أنا دايرتها في القناة، نحط لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف وتعليق مثبت. كما نقول لكم غاليتي للحقتوا لهنا، انضمي للعائلة تاعنا في القناة، عائلة سعاد سبيس. واللي مهتمة بالخياطة نذكرهم بقناتي الثانية، قناة عالم الخياطة والجمال والطبخ، راح تلقاو الرابط تاعها ثاني صندوق الوصف، تلقاو فيها مشاريع مربحة. دمتم في رعاية الله، سلام.